بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في حين ان اخوات الزملكاويه كانوا فرحانين جدا بصفقه تيدي اوكو، في كلام كتير بدا يتنطور ان يا جماعه في حاجه غلط في الصفقه. الصفقه التركيبه بتاعتها عجيبه، الزمالك هيجيب لاعب سوبر والدنيا هتمشي كده والموضوع هيعدي زي السكينه في الحلاوه. ما ينفعش، ما في 3 4 انديه كده في حاجات لازم تحصل معاهم في الكوره غريبه وعجيبه. لو كل حاجه مشيت سلكاوي في حاجه غلط. هعمل كده بالظبط زي لو مشيت في الصحراء من غير ما تلاقي عقارب او تعابين تعرف ان في فخ وش. كل حاجه هتنجح مع الزمالك كده؟ لا والله ما ينفعش يا باشا. لازم يا باشا الزمالك لا مؤاخذه يلاقي خازوق في النص. ايه هو الخازوق؟ ان الصفقه باظت. الصفقه باظت ليه؟ الزمالك طلع قال يا جماعه اللاعب فشل في الاختبار الطبي. نعم يا حبيبي فشل في الاختبار الطبي، معلش هنرجع لترانسفير ماركت ونشوف اللاعب لعب كام ماتش. الناس لقيت ان اخر 3 مواسم اللاعب حرفيا ما بيتصابش كتير، فاختبار طبي اللي انت بتتكلم عليه يا حماده. بصوا بقى يا جماعه، احنا نجيب لكم الخلاصه ونقولها لكم من الاخر. في حد فتان كلم اللاعب وقال له ان الزمالك ما بيدفعش فلوس اللاعب الاجانب؟ بجد والله في الحد ده هو لاعب كان بيلعب في نادي الزمالك ورفع قضيه على نادي الزمالك دلوقتي. اول حرف من اسمه ابراهيم امضاي. ده بيقول لك كلم الراجل وقال له خلي بالك الناس دي زي الفل والناس دي ما بيدفعوش فلوس يابا، وانا قعدت هناك فتره وما خدتش فلوس ورفع عليهم قضيه في الفيفا. فاللاعب عمل ايه؟ اللاعب قال للزمالك بصوا يا جماعه انا همضي معاكم سنتين، ادوني منهم سنه ونص. الزمالك قال له كتير يا ابو عمو، ما مش هنشتغل بعض، يعني كتير ان انا اديك سنه ونص اول ما تمضي، ما ينفعش الكلام ده. طب نديك سنه، قال لهم لا سنه ونص يمشي. طب خلاص براحتك بقى، سكه السلام. ايه ده؟ هو انت هتمشي بجد؟ انت عندك عروض تانية؟ بقول لك ايه، طب ما تيجي نتفاوض. اول ما الزمالك ما كان بيتفاوض معاه نادي الرياضي السعودي دخل، ها حبيبي عايز حاجه؟ تعالى بس امضي كده وهندي لك اللي انت عايزه. الزمالك اتفاجئ ان الصفقه طارت في ساعتين. الصفقه طارت في الله اكبر يا اسطى، الصفقه طارت في ساعتين فعليا يعني. اللاعب عملنا مشكله معاه، قلنا ان احنا مش هنتعاقد معاه بسبب الموضوع بتاع المشاكل والتاريخ الاصابات والحاجات دي، ولكن خلف الكواليس كان بيتقال ان يا جماعه جون ادوارد بيحاول ان هو يوصل لاتفاقات مع الوكيل ونحاول ان احنا نظبط موضوع الفلوس ده، لحد ما نادي الرياضي السعودي دخل وخلص الصفقه. وهنا بيخلص قصه وفيلم تيدي اوكو. الموضوع ما كانش له علاقه بالجفالي ولا كان له علاقه باي حاجه، هو لا مؤاخذه الموضوع له علاقه بالزمالك وسمعه الزمالك. ابو الكبات لاحظ ان انت كلامك جارح. انا مالي يا ابني، يا سمعه الزمالك اللي بقت زي الزفت. صراحه عندك حق. المجلس لباليبو والمجلس اللي قبله فعلا خلوا سمعه الزمالك سيئه. لا الشهاده لا ده حقيقه. خلينا نكون صريح معاك، قصه ان الزمالك بيترفع عليه كل يوم الصبح قضيه في الفيفا من قبل اللعيبه الاجانب اللي كانوا بيلعبوا عنده، حاجه بتخلي اي لعيب اجنبي يقلق ويقول لك انا عايز فلوس على الترابيزه. ليه؟ لازم اضمن حقي. وبس يا سيدي، هي دي حكايه تيدي اوكو من طقطق لسلام عليكم. ايه رايك بقى في الحدوته؟ ما الحدوته بتاعت قصه اصابه ومش اصابه ملتوته، لان هنا طلعت فكسانه، وحتى الجماعه بتاع ايطاليان اثبتوا ان يا جماعه اللاعب ما بيتصابش ولا حاجه، وده كان كلام وملوش اي علاقه بالواقع. وقصه ان انتوا تطبلوا جون ادوارد عشان خاطر جون ادوارد مشى الولد علشان الولد مش جاهز بدنيا، ده كلام فاضي. ارجع لترانسفير ماركت هتلاقي اللاعب كان بيلعب عادي.